تعالي ما اقولك على سر بقى، سر بجد يخليكي قويه، ولما يجي الذنب ولا يجي الشيطان ولا الوسوسه ولا النفس ولا الدنيا ولا هوا تبقي قويه وتقولي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل يوم صلي ركعتين قيام قبل ما تنامي، بعد ما تصلي صلوات المكتوبه وصلاه العشاء خلاص وكذا، صلي ركعتين قيام بنيه يا رب قويني، يا رب توب علي، يا رب طهرني، يا رب اجعلني من الصالحات. اخر مره يا رب، يا رب والله انا عايزه طريقك، يا رب والله يا رب انا عايزه اشوف نور وجهك يوم القيامه ولذة النظر لوجه، عايزه اكون مع النبي عليه الصلاه والسلام، عايزه اكون مع الصالحين. اقسمت عليك باسمك الاعظم الاحب الا رددتني يا رب، ما تردنيش. اقسمت عليك الا غفرت لي يا رب، اغفر لي يا رب، تب علي يا رب، خدني في رحابك وجنابك وانسك وتقواك يا رب. كل يوم صلي الركعتين دول، ألحي على الله، خبطي يا رب. يا صباح الورد على احلى متابعين واخوات. صباح الخير لو بتشوفيني الصبح، ومساء الورد لو انتي بتشوفيني بالليل. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حابه في الاول اشكر كل اخت كده اشتركت معايا في القناه ونورتني، وطبعا اخواتي اللي معايا من اول ما فتحت القناه. يا رب تكونوا بخير ودايما كده يا رب كده منوريني ومتابعيني على طول. لو اول مره تشوفيني، انا اختك سحر. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا اللايك بتاعك علشان خاطر يدعم القناه في ان هي تنتشر اكتر واكتر. طبعا شفتوا الاول المنظر البائس بتاع المطبخ ده علشان خاطر طبعا الميه للاسف كانت قطعه عندي، وده اهلا ومرحبا بالصيف للاسف. الميه كانت قطعه، فمكنتش عارفه لا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. المطبخ اصلا لما بيكون الميه قطع فيه بتحسي ان هو عارفه يعني مكان من ميه، مفيش ميه. يعني اسال اي ست بيت كده، ميه مقطوعه من البيت، يبقى المطبخ بقى الحمام الشقه عموما او البيت عامل عموما ازاي. طبعا للاسف نمت والمطبخ بالمنظر ده. وهنا بقى استعنت بالله كده وقمت الصبح. طبعا بيبقى المنظر يعني بيبقى صعب، متبقيش قادره تعملي اي حاجه ولا نفسك ان انت تعملي اي حاجه. الحمد لله ما كانش عندي غسيل ملابس، يعني ان انا اعملها زي ما متفقين اول ما تصحي من النوم انك تخلصي الغسيل بتاعك. فدخلت كده على المطبخ سميت الله، وابتديت هنا اغسل المواعين علشان اخلص بقى كده المطبخ. ولما المية بتيجي وبتنضفي المطبخ او المواعين اللي عندك بتحسي كده ان الروح كده في المطبخ ردت فيه بأمانة الله يعني. طبعا المواعين بتبقى بقى طبعا مش احسن حاجة، عارفين بتطلع عينيكوا طبعا مفيش مية في الحوض. فطبعا اي حاجة بتبقى باي اكل او الكلام ده